مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وتشوفون هذا الفيديو. اليوم الفيديو كلش حلو، راح تحبونه بتغييرات الشهر رمضان. طبعا قبل ما نبلش الفيديو اريدكم تصلون على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويلا نبلش الفيديو. طبعا اليوم قلت لزوجي بيشتهين سمك، فاحنا نشوف بنات السمك كل مرة يعني نعرف واحد يمنا، يعني مو يمنا، احنا سوى مرة هو سوى مرة، يمكن الثانية ما ادري الاولى هيجي، فنوصل من عنده سمكة كلش طيب يذبح لنا ويشوي لنا ويوصل لنا اياه توصيل. طبعا هسه رجعت في المونتاج اقول يذبح لنا فما هي مو يذبح، يعني هو السمك عنده، فالمهم يفتح لنا اياها واكيد يشويها، يحط لها صلصة كلش طيبة، وصل لنا توصيل مثل ما قلت لكم. فهالمرة قلت له لا اريد الزوجة، احنا اذا زوجي مثلا اريد اسوي مطبق مع سمك يروح هو يجيب، فقلت له علي من هو نفسه خليه يدزلنا. فشنو دزلنا؟ قال اريد زوجي، قال اريد بس سمكتين، يعني هي سمكة مثلا انا وزوجي وسمكة ولدي هيجي، يعني ام الكيلو وشوية، كيلو وهيجي هواي علينا، لان ما مو كلش يرغبون السمك، فدازلنا 3. يعني احنا ما ادري لا انا ولا زوجي ندري بيه، فهو دازلنا. المهم ناجيت قاعد يفتح تحت العلاقة، صدمت للسمكات، فقلت راح اسوي 2 واضم الباقي، اضم واحدة. هنا بنات قاعدة اختبرها، يعني اول مرة نوصل عنده، قلت خاف السمك قديم هاي، فشلون اعرفه جديد؟ بتخلوا له ملح يظل هيجي ينقد، فطلع من السمك جديد. خليت له كركم ورا، غسلته طبعا هو منظفه منظف لنا اياه، ما بخلي بيه صدف، واكيد ملحته حتى يتشبع بالملح، يعني راد له وقت البنات خافكم ما يعرفه، لازم تملحونه على مود يتشبع بالملح، ومن قبل ما يظل هيك يعني تحسون طعم الملح بيه، فطعمه ملوحته طيبة. وهنا أنا جبت كلينس عندي مو مخلصة، أنا صراحة باقي عندي شوية، أخذته خليته للاستعمال البيت، يعني هذا ما يدمر مثل الكلينس اللي نمسح بيه، مالت المطبخ حلو ثخين. والمهم راح اسوي اليوم تمن الوان كلش بنات طيب، وحتى شكله حلو، هسه راح تشوفون. طبعا هو التمن هذه الالوان انا هواي عندي طرق الى اسويه، بس صراحه كنت ما اصور باليوتيوب، يعني كنت اسوي يعني بالبيت وحدي بدون تصوير. وهالمرة قلت خلي أشارككم هاي أول وحدة. هنا بنات التمن ورا ما نقعته، يعني فترة طويلة اشتغلت وهاي، فبعدين سلكته مثل ما قاعد تشوفون، وبعدين بزلته ورا ما استوى. طبعا عندي كومة وصل، بس أحب أكمش بداية مرات والله من البرد، خاصة ذيك الفترة أكمش الجدر هو وحار القوري، يعني ما أحس يعني على قد ما الدنيا باردة، احنا تعرفون طابق ثاني. المهم بنات هنا شوفوا لازم أدمر الطباخ، إذا ما دمر اعتبر روحي ما طابخة. انتو بس لاحظوا الطباخ بالبداية شلون كان نظيف، وبالأخير مرة ما أخلص طبخ ايش راح يصير بيه. المهم بنات خليت زيت بالجدر ورا ما بزلته، وهنا راح اخليه يتهدر، خليه له اكيد مهدارة حتى يظل وقت طويل يتهدر ما يحترق. المهم راح اسوي له بنات هذني ال3 الوان، عندي اصفر واحمر وبرتقالي. طبعا بنات الاحمر ما يصير احمر، راح تشوفون عبالك تمن بس احمر وبرتقالي، لا اصفر وبرتقالي ماكو احمر. بنات هنا كل كوب خليت بيه ماي شوية ونص خاشوقة من اللون، هيك يعني مثل ما قاعد تشوفون الأحمر والأصفر والبرتقالي، خليهن. ها شوفوا الأخير هذا أحمر بس وجهه برتقالي. المهم طبعا خليته يتهدر، ما قلبته يعني فترة، أخليه حتى شوية يعني يصير 8 ألوان، مو كله يصير خلط. وهنا رشيت عليه نوم بصلة مطحونة ودارسين، وإذا عندكم هيل مطحون تصير كلش طيبة. المهم هنا خليت طاوتين، بس هنا اكتشفت انه ما عندي زيت، فغيرت الطاوات مكانات. ليش؟ هنا اسوي حشوة هذيك اقلبيها، وديت ابني بهذا الوقت يجيب لي زيت. احنا هالايام نشتري زيت والله صراحة بنات، انا ما احب اشتري بطل، احب اشتري مثلا نص كرتون، حتى لو مثلا بدين اقول لزوجي على الراتب، احس ما بي بركة اذا اشتري كرتون. وهنا ابني راح على السريع جاب لي بطل زيت وخليت الزيت. والمهم انا حسوي حشوة، احب السمك وياه حشوة، ما احب يعني التمن الاحمر ويا السمك، يعني مو دائما ما احبه، حسب المستوى، بس اكثر شي يعني احب التمن اللي يكون ابيض، التمن الوان، تمن اصفر هيك. وهنا بنات خليت الكشمش على الشعرية، حمسته شوي وبعدين ضفت له ماي واخليه يستوي على راحته. وهنا راح اقلل السمكة مثل ما قاعد تشوفون، طاوة كلش حمت. سهلنا سهمكم العافية حبايبي. وهسه تعالوا خلينا نشوف التمن. انتم ملاحظين يعني انا خليته فترة طويلة، يعني رحت سويت الحشوة وقليت وهو مستمر يتهدر. اكو ناس اشوفهم يطبخون التمن ويا القلي سوا، اقول شلون يلحقون؟ يعني انا عندي التمن اخليه يتهدر وابلش اسوي الحشو مثلا اقلي هيجي. مثل ما قاعد تشوفون بنات التمن صار يجنن والله، وحتى طعمه كلش طيب، يعني تعرفون خليت له بهارات وهاي. والحشوة عندي خلصت بنات الحشوة، اظل انا كل شوية اقلب بيها حتى شنو ما تصير تكتلات، يعني شوفوا كل شوية اقلب بيها رغم هي خلصت، من هنا لحد ما تبرد حتى تبقى يعني مايعة مو كابشة روحها. وهنا عندي الطحين مال قبل بيوم، وأنا بنات هذا أخلي عليه أنا توابل، فأضم أقول حرامات أذبه،
فمثل ما قاعد تشوفون هسه قلت خلي أجرب أخلي عليه السمكة وأشوف يعني طعمه يصير طيب ولا. صراحة أنا أشوف زينب التديوانية تسوي كله بالطحين، بس بنات من جربته حسيت طعم السمكة كله راح، يعني ماكو أصلا طعم السمك كله راح يعني. بس الكنتاك صراحة طيب تحطوا له طحين. وهنا أنا مستمرة حتى زلاطة سويت هنا، طبعا ما مستوية عندي هاي شوية مثل ما شفتوا أشرت لكم عليها، فهم راح أرجع أخليها شوية، بس شنو خليت على هاي العين الناصية حتى ما تحترق. بنات إذا تقلون على نار عالية هم السمك يصير مو طيب، وهم ما يستوي يعني مو ذاك الاستواء. فإذا نار ناصية حلوة يطلع عندنا سمك مثلا طيب أكيد طيب. وإذا مثلا نار عالية تنترسون دخان، حتى تدرون ريحة الزفر ما تطلع من البيت. بحيث أنا دائما من أسوي سمك ما تبقى ريحة. أول شي أول ما أخلص أنظف حتى السيبايات ما يبقى عندي صراحة، بس المفرغة بيها دهن تعرفون يعني المفرغة تسحب، بس أنا المطبخ كله أسوي عليه حملة تنظيف بحيث ما تبقى ريحة شو اسمه ريحة سمك. وطبعا أسوي أكيد بخور ورا ما أخلص وهاي تعرفون. والأرضيات هم أنظفها مثلا إذا كنت ما فارشة القاع، بس إذا كنت فارشتها أظل بس على البخور ورش معطر أرضيات، قصدي معطر جو، فتروح الريحة كلها ما تبقى. بس يعني الناس دائما أطب بيتهم ألقى ريحة زفر. أقول شنو ماكلي توكم سمك، يقولون لا مثلا قديم. أتعجب يعني أقول ليش الريحة تبقى نفسها، يعني هواي ناس مو بس يعني مثلا ناس معينين. المهم حبايبي هنا هسه شنو مثل ما قاعد تشوفون هذا المكان ما صار بيه طحين، بس أنا طاحت مني السمكة، بس أنا قاصة الصوت صرت يا ما ردت الظهر يتدمر طحين، ردت بس الوجه. المهم هنا قلت أخليه على عين بالنص لين جاعوا كلش، وتأخرت عليهم. وأنا بنات صراحة من أصور أتأخر عليهم، نلتي أصور وأعدل وأرتب وهاي، وما أصور بس يعني بس اليوتيوب لا. أشوف هسه انتوا هذا المقطع قاعد تشوفون أنا أصور حتى للتيك توك والانستغرام مقطع قصير، يعني من أصوب شي أشارك لازم أشارك. تعرفون هو عندي حسابات فلازم أشارك بيهم كل شي، بس والله التصوير ياخذ مني وقت كلش هواي. صراحة ذيك الفترة من عرفت لي يوتيوب قمت يعني أخلص الشغلة بسرعة. فيلا أنا أحبكم وأحب أشارككم، فأريد من عندكم حبايبي تخلوا لايك لهذا الفيديو، تشتركوا بالقناة إذا أول مرة تشوفون قناتي. بنات وصبيت السمك بالمنسف، أنا هالأيام كلها أصب بالمنسف، أحب شكله، أصب وأخذ وياه ماعين ونظل نقسم كل واحد حصته كلش حلو. وخليت هاي البصل بس اللي وخليت وياه ليمون، وسويت وياه زلاطة. طبعا البنات أنا صراحة ما أكل شو اسمه الزلاطة وياه يعني أحس بزفر، إلا أحط وياه مثلا ليمون، أحط وياه بصل، بس هم ما يحبون عائلتي هالسوالف. سو مثلا أخلي خال، بس هم ما يحبون، قلت لكم ما يحبون هالأشياء، فأنا على موتهم يعني هواي أشياء أتجنب فما أسويها. وهذا الشكل النهائي ورا ما صبيته. وسلامنا وسلامكم بالعافية. تعالوا خلينا نغير المطبخ الرمضان، كلش متحمسة أغير المطبخ وأسوي تغييرات. هي بسيطة بنات بس حرفيا تغير من نفسيتي، فشي كلش حلو يصير المطبخ أحسه شي بسيط بس والله كلش يفرحني. شوفوا بنات هنا حرامات يعني صراحة نلزق راح تشوفون ايش راح يصير بي. تذكرون هذا اللي اشتريته وياكم مشاركتكم قلت لكم شنو تتوقعون راح أغير بمطبخي. فمثل ما قاعد تشوفون عندي هذا الأسود بنات مشلع الأطراف، يعني هو كل مكان شوية بيشلعه، فقلت حتى ما يصير خشن يصير ملمسه ناعم، شلعت فيه لحد ما وصلت لهاي المرحلة والباقي ما ينشلع. ومثل ما قاعد تشوفون هسه بلشت راح آخذ قياس، قصصت بنات وحبيت أغير مليت صراحة من الأسود. فهذا يعني اللون كلش حلو، أحسه وسع المكان صراحة. ودي لي أنا كله أغير الكاونتر المرمر فمثل ما شفتوا أنا صابغته يا بنات، غيرت لونه فهواي هواي فرق لي. كان الأسود يعني شكلكم أنظفه اليوم ثاني يوم إذا مو نفس اليوم مو أحسه هو يصير بطقع يعني صراحة. ويعني أنا صراحة ضد من شي وسخ هاي، أحس هيجي ياكل بقلبي فمن غيرت بنات هواي فرق لي. وهنا اختصرت وياكل لأن صراحة كلش أتقيد بالتصوير. مثل ما قاعد تشوفون يا بنات الشكل شلون صار حلو، بس هاي بينت البيضة يعني حرامات. فقلت إن شاء الله أني بعد فترة أجيب الثخين ورا ما شوية يتعب هذا، أجيب الثخين وأغيره أسويه يعني حتى الجهة الثانية. تعرفون أنا الكاونتر عندي قطعتين صغار، هي مو كاونتر هاي يعني أقصد مو مرمر، هي هاي سيراميكا أنا مرهمتها، وإن شاء الله في اليوم أشتري لي مرمر هنا. هي صغيرة يعني طولها متر، بس صراحة ما فارغي لها وزوجي هم ما فارغ لها. وهذا ورا ما لزقته باللي قدرت عليه صراحة، هو يعني المتر ب1000 بس نوعيته كلش مو زينة. شوف بنات هنا بنفاخات قاعدة أطلع هنا، أنا أعرف إنه بالدم بوس تطلع بس حبيت يعني بايخة ما عندي شي قاعدة ألعب.
فالمهم بنات تعالوا خلينا نغير الجهة الثانية من الطباخ. هي مو الجهة الثانية من الطباخ، الجهة الثانية اللي بيها الطباخ، المفروض هيك أوضح. فالمهم حبايبي قلت هاي عندي زادت ما كفت على الجهة الثانية مالت المرمر، مو مرمر قصدي كاونتر الثاني. فصفنت شنو أغير حطيتها على الطباخ، وإن شاء الله ما تلزق وتشلع قلب. انتو شو تقولون بنات؟ تلشع شنو؟ تشلع القلب من أشلعها؟ فقولوا لي والله. أنا صراحة رديت أخليه سيليفون، بس بنات لسه صراحة طباخي لسه بعده، أنا قاعدة أسجل لكم صوتي ولسه بعده، فما أعرف صراحة شو وقت يجينا. الله يهدي زوجي يودي مثلا واحد، قصدي يجيب واحد، شنو يودي واحد، يجيب واحد ويسوي لي إياه. المهم يا حبايبي لزقته طبعا كلها ورا التصوير أختصر. طبعا كنت منظفتها زين، من جت ببالي لأن لو ما منظفتها قلت لا خليه بعدين أسوي. وبس حبايبي قولوا شو رأيكم تغيير المطبخ. إذا عجبكم الفيديو خلوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا بالقناة. يلا حبايبي باي باي.